هو صحيح الشراوة عزموا القطر؟ طب ايه حكاية شين كاف عين اللي دايما تتقال عن محافظة الشرقية وأهل الشرقية، سواء بتتقال بشكل إيجابي أو حتى بشكل سلبي. في عام 1917 وقصاد قرية تسمى قرية أكياد، ودي تابعة لمركز ومدينة فاقوس اللي موجودة في شمال محافظة الشرقية. اللي حصل إن اتعطل أحد قطارات القاهرة قصاد القرية دي. الاتجاه ده كان بيتسمى في القطارات اتجاه الشرق، اللي كان بيطلع من القاهرة مرورا بمحافظة الشرقية منها إلى العريش ومتجهة إلى الشام، سوريا ولبنان وفلسطين والأردن. وقتها كان القطارات في مصر بتروح إلى بعض الدول العربية اللي موجودة في الشام. المهم إن القطر اتعطل بالصدفة في العشر الأواخر من شهر رمضان وقبل أذان المغرب، يعني قبل الفطار بفترة بسيطة. حاول سواق القطر واللي معاه إن هم يصلحوا القطر، مفيش فايدة. الغريبة إن بشكل طبيعي وبشكل تلقائي كان عمدة البلد وكبار البلد والأهالي الموجودين خرجوا وقرروا إن هم لازم يعزموا اللي موجودين في القطر على الفطار. وكالعادة في الفلاحين وفي الأرياف خرج أهالي القرية بكل الأكل الموجود في بيوتهم وحطوه على الصواني، وبدأوا إن هم يعزموا كل الموجودين في القطر على الفطار. بالصدفة كان موجود أحد رجال الخاصة الملكية ضمن المسافرين، ونقل القصة دي إلى القاهرة ومنها إلى مصر كلها. ومن وقتها ولعند دلوقتي أصبح شعب الشرقية محتفظ بالعادة دي، وإن هو يفطر كل المسافرين في القطارات وفي السيارات في كل مراكز ومدن محافظة الشرقية. صحيح بقى إن الشراوة معروف عنهم من مئات السنين الكرم ومش محتاجين لقصة زي دي، لكن القصة بتثبت قولا وفعلا إن الشرقية فعلا شعب كريم وعظيم. عشان كده أطلق على شعب الشرقية لقب شين كاف عين، يعني شرقاوي كريم عظيم. صحيح إن بعض الناس بيحاولوا ياخدوا لقب الشرقية اللي هو شرقاوي كريم عظيم لاتجاه سلبي وساخر وسيء، لكن الموضوع ده ليه أصل. عاوز اقول لكم ان فترة الاحتلال الانجليزي وبعد فشل الاحتلال ان هو يوقع ما بين عنصري الامة وقطبي الامة المسلمين والمسيحيين، وده كان في مشهد كبير وقفوا ضد الاحتلال الانجليزي في ثورة 19 وما بعدها حتى الاستقلال والجلاء. فعاوز اقول لكم ان في بداية عام 1901 و2 و3 كان فكرة انشاء الجامعة المصرية بدأت انها تظهر في الوقت ده، وكان زعماء الشعب المصري زي مصطفى كامل وسعد زغلول والشيخ محمد عبده وقاسم امين وغيرهم كانوا مرحبين جدا بالفكره. عاوز اقول لكم ان اكتر الناس اللي اتبرعت لانشاء الجامعه المصريه دي كان اعيان محافظه المنوفيه. عشان كده بدا الاحتلال الانجليزي يطلع نكت ويطلع سمعه سيئه عن اهل محافظه المنوفيه، وده نفس الفكره عن محافظه دمياط او محافظه الشرقيه او محافظات بحري او محافظات الصعيد. شعب الشرقية شعب كريم وعظيم زيه زي كل محافظات مصر، ناس جميلة وناس كويسة. يا ريت نقف ضد الأفكار السلبية والجوانب السيئة، كل الأفكار اللي جاية لنا من خارج ضمن الحروب الثقافية اللي بتواجهنا من مئات السنين ولسه بتواجهنا لعند دلوقتي. يا ريت نبرز كل حاجة إيجابية عن أهلنا وناسنا في مصر من 7000 سنة ولعند دلوقتي.